من سابع سما لسابع أرض، وسلم لي على دودة الأز. أصل الحلو ما بيكملش، وأوروبا فضلت ورا مصر لحد ما لغت نظام الاحتكار، وده النظام اللي عمله محمد علي اللي نقل بيه مصر لسابع سما. فمن ساعة ما طبقه وهي عمالة تجز على أسنانها. طب والاحتكار ماله ومال أوروبا رسلان؟ كنت مستني سؤالك من بدري. نظام الاحتكار ده يا سيدي كان قائم في الأساس على احتكار الدولة للمصانع والمحلات وأي ورقة على الأرض كانت الدولة بتتحكم فيها. فبقى التجار الأجانب مش عارفين يبيعوا منتجاتهم في البلد، لأن هوب بيلاقوا محمد علي فوق دماغهم بيقول لهم احنا مش بنبيع بالسعر ده. وبينه وبينك كده اوروبا كانت في عز زنقتها، ما كانتش طالبه معاها هزار الباشا ده خالص، لان في الفتره دي كان في حاجه اسمها ثوره صناعيه، وكانت عايزه تسوق منتجاتها، بس لقت الباشا واحتكاره زي اللقمه في الزور، ففضلت تنخرم لحد ما لغت الاحتكار خالص. ها مستني سؤال. طب يا راس لما الباشا كان ريح دماغه ولغى الاحتكار من زمان. طب والله سؤالك وجيه. شوف يا سيدي، الاحتكار لما اتلغى أثر على كل حاجة في البلد. يعني عندك الزراعة مثلا، الفلاح بدأ يزرع اللي على مزاجه. يعني مثلا تلاقي عندك 20 فدان لب سوري، ها الناس كده هتاكل وتصدر لب سوري؟ طب فين القمح؟ طب فين الرز؟ طب فين البطاطس؟ والصناعة نفس الكلام، ما بقاش فيه إنتاج محلي، ما مصانع الدولة أغلبها اتقفلت. عايزين نبيع منتجات أوروبا، وسلم لي بقى على دودة الأز والتجارة. أنا بالنسبة للتجارة ما اتأثرتش قوي، لأن الاحتكار فيها اتلغى بالتدريج مش مرة واحدة، ولأن التجار الأجانب محتاجين طريق حلو رايح جاي، فبدأ يبقى فيه تطوير في السكة الحديد، وسواء كانت طرق برية أو طرق بحرية. وعشان راحة التاجر الأجنبي كمان اتوافق على مشروع قناة السويس، وده الاقتراح المذهل اللي قدمه صديق الخديوي سعيد الصدوق. عارف اسمه؟ اكتبهولي في الكومنتات. سلام.